السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وقادرين يا رب كلنا نواجه الحياة. انا بصور الفيديو ده في العيد، فلو انت بتتفرج عليه في العيد فكل سنة وانتم طيبين، عيد كريم علينا كلنا يا رب، ينعاد علينا واحنا محققين امانينا ومبسوطين، وان شاء الله يبقى الايام الجايه في حياتنا احلى بكتير من الايام اللي احنا فيها. واخيرا اكتر فيديو اتطلب مني وهو رحلتي في تعلم فلاتر من الصفر لحد اول شغل ليا، والصعوبات اللي انا قابلتها وذاكرت ايه وبدات منين. طب لما بدات قابلت حاجات في النص ولا لا، وعملت ايه، وازاي حسيت ان انا مستعده لاول شغل، ازاي رحت تدريب، ازاي رحت شغل وما الى ذلك. كل ده ان شاء الله واكتر هقوله في الفيديو ده، وشويه نصايح كده للناس اللي انا بحبها عندي في الشانل. ولكن انا الصراحه كنت حاسه ان انا عايزه اعمل الفيديو ده ليكم لما اكبر شويه في المجال. انا الحمد لله في مستوى كويس والحمد لله بتطور، ولكن كنت حاسه ان انا عايزه اكلمكم الفيديو ده وانا مثلا سينيور، وانا شفت من المجال خالص ايا كان. بس لما لقيت ان الطلب عليه في الكومنت كتير جدا، حسيت ان الموضوع فعلا هيكون مفيد. بتبعتولي ميلز كتيره، في باشمهندس اسمه تقريبا احمد السيد بعت لي ميل وفي الاسئله اللي انتوا معظمكم عايزينها، وانتوا اكدتوا لي الموضوع هيكون مفيد ليكم، واستشرت ناس وقالوا لي الموضوع هيكون مفيد لان انتوا بتحتاجوا ناس معاكم ماشيه في الرحله، مش حد وصل خلاص. فقلت ان انا اعمله لكم، واي نوت، طالما حبايبي هيستفيدوا، إيه المشكله يعني. والحقيقه ان انا قررت امشي معاكم. الموضوع مشى معايا ازاي في فلاتر خاصه، مش في البرمجه عموما ولا في الشغل عموما، لان انا اوريدي عامله فيديو قبل كده خطوه بخطوه، وانا مش عارفه ان شاء الله يعني تستفيدوا من الخطوات دي. وهجاوب برضو على الاسئله بتاعت بدات منين، درست ايه بالترتيب، الصعوبات اللي انا قابلتها وازاي ان انا تخطيتها، كل ده واكتر، وشويه نصايح هنقولها مع بعض. بس نكمل الفيديو ان شاء الله. انا قررت ان انا هبتدي الفيديو وامشي معاكم انا اشتغلت ايه ومن امتى علشان نستفيد من ده. انا اول ما دخلت الكليه كنت بدرس بي اس، كنت بذاكر كام حاجه تانية، وزي ما قلت لكم انا النهارده هركز اكتر في فلاتر، فهنتكلم عن الجزء بتاع فلاتر بس. انا كاتبه في كشكول عشان انا جبت لكم الحاجات، يعني قعدت ادور في السكرينز بتاعت اول مره ذاكرت فلاتر كانت امتى، فشفت شات كده بيني وبين صحابي علشان اتاكد من التاريخ. فانا بدات تعلم فلاتر من 14/7/2022 وانا كنت بخلص سنه تانية كليه. قبل كده انا كنت بذاكر اساسيات، قبل كده انا كنت بعمل بروجكتس، قبل كده انا كنت بكتشف لسه كليه وبتعلم وما الى ذلك، وكنت برضو شغاله الحمد لله. ولكن بدات فلاتر فعليا 14/7/2022 وانا بخلص سنه تانية كليه، يعني كنت خلاص خلصتها وخدت الاجازه بتاعتها، بدات ان انا ابتدي فلاتر من 14/7/2022 لحد 15/5/2023. طول الفتره دي انا لسه ما اشتغلتش فلاتر، انا لسه بتعلم فلاتر. وللاسف في النص اللاب بتاعي اتحرق، واللاب برضو ما كانش مساعدني ان انا اذاكر فلاتر او ان انا ارن اصلا اندرويد ستوديو، لان لابي ما كانش افضل حاجه. وانا شايفه ان البروجرامينج مش محتاج لاب قوي، الا لو دخلت مجال الموبايل ابلكيشن محتاج لاب قوي. والايديتنج برضو الناس اللي بيعملوا ايديتنج محتاجين لابتوب قوي طبعا. فانا كنهال فضلت يعتبر سنه 15/5/2023 بعد خلصت سنه تانية كليه لحد 15/5/2023 انا لسه كل ده ما اشتغلتش برضو فلاتر. بس كنت بذاكر، اللابتوب بتاعي اتحرق ورجعت تاني اذاكر. في النص بقى قابلني احباط ان اللابتوب بتاعي اتحرق، فانا حسيت المجال ده مش ليا. كنت بقابل ايرورز وانا برن اصلا اندرويد ستوديو، وانا بانستول اندرويد ستوديو، والحاجات دي كلها قابلتني، وكانت ايرورز تخنق. يعني الناس اللي بقالهم في المجال قد ايه ما كانوش، يعني كانوا مستغربين ازاي الايرور دي مقابلاني، ما شافوهاش قبل كده اصلا. فكان بيقابلني احباط، طبعا كان بيقابلني احباط، طبعا كنت بنسى وانا بذاكر الحاجات اللي انا بذاكرها. وعشان احنا بنتكلم دلوقتي عن مرحله التعلم، فهتكلم فيها عن مشكله النسيان، الاحباط، واداره الوقت، بما ان دول اكتر 3 مشاكل بتقابل الناس وهي بتذاكر البروجرامينج عموما. اولا انا عايزه اتكلم عن طريقه مذاكرتنا. انا حاسه ان الفيديو هيطول مننا، بس يعني كلام مهم اعمل لكم ايه، انتوا اللي طالبينه. المهم ازاي نذاكر بروجرامينج اصلا صح. انا شايفه من وجهه نظري الشخصيه، واعوذ بالله من كلمه انا المهم ان طريقه المذاكره الصح للبرمجه ان انت بتسمع الفيديو، وبتسمع الفيديو للاخر. ما فهمتش حاجه بتكتب في نوت عندك اللي انت ما فهمتهوش، وبعدين
بتروح تسيرش عليه، مش بتروح تسمع كورس تاني. لا، انت بدأت كورس لازم ان انت هتكمله مع الشخص ده، لان هو عارف الترتيب. ممكن يكون هيقولك حاجة بس في فيديو اخر في نهاية الكورس، مش عايز يلخبطك دلوقتي. فانت امشي مع الكورس اللي انت بدأته. وكده كده لازم تبقى فاهم ان تطويرك من نفسك هو اللي هيعلمك، مش الكورس اللي هيعلمك. مفيش كورس هيديلك برضو كل حاجة، والكورسات مالية يوديمي. وانا مش هتكلم عن كورس معين باسمه عشان انا لا ارشح حاجه معينه. يعني لو حسيت ان حاجه معينه هي اللي فادتني قوي قوي هسيب لكم الشانل بتاعتها في الديسكربشن. بس انا كنت حاسه ان قراءه الدوكيومنتيشن والكتب وما الى ذلك بتفيدني اكتر من الكورسات اللي انا خدتها. بس ما علينا. المهم ان انا خدت كورس على يوديمي، وانا بسمع الفيديو. اي حاجه مش فاهماها بكتب في نوت عندي نقطة كذا أنا مش فاهماها، بسمع الفيديو للآخر. مش هروح آخد كورس مختلف، لا، أنا في نفس الكورس بتاعي عادي. بعدين النقطة اللي أنا ما فهمتهاش دي هروح أسمعها من فيديو مختلف، بسيرش على اليوتيوب، على جوجل، ايا كان. لازم افهم النقطه دي وما اعديش الفيديو غير وانا فاهمه كل اللي هو بيقوله. مش شرط كله، لان في نقط ممكن هو يقول لك وهو بيشرح الفيديو انت مش فاهم دي دلوقتي، انا فاهمها لك بعدين، فده خلاص تمام. انما لو في حاجه هو قالها وشرحها وانت ما فهمتهاش منه، روح سيرش عليها مع شخص تاني عادي جدا. وبعدين كده انا فهمت الفيديو ده. فلنفترض ان الفيديو ده عن الفول لوب مثلا. انت اتعلمت الفول لوب من الراجل ده وعملتها وراه، فهمت الفيديو كويس قوي. بعد ما فهمته طبقت الفيديو ده وراه. بعد ما طبقته وراه انت ناقصك ستيب مهمه قوي، انك تعرف تستخدم الفول لوب دي في حاله شخصيه معاك. ممكن تشوف بقى اي حاجه تانية، ممكن تفكر ازاي هتستعملها انت مع نفسك. المهم انا عايزاك تطبق الحاجه اللي انت اتعلمتها دي في حاجه تانية لوحدك مع نفسك. كده انا ضمنت لك انك فهمت الفول لوب دي كويس. لما انت ذاكرتها، اللي ما فهمتوش رحت عملت سيرش عنه، طبقت ورا الراجل ده، عملت حاجه بنفسك انت، كده انت اتعلمت التوبيك ده. ومع التكرار طبعا ومع المشاكل اللي هتقابلك اكتر هتفهم اكتر، ولكن الى حد ما دي نسبه كبيره من مذاكرتك. ونقطه اللي انت برضو ممكن تعملها انك تروح تتناقش مع حد في التوبيك اللي انت ذاكرته ده. والله انا ذاكرت النهارده الفول لوب، ده انا قابلتني مشكله كذا وعملت بيها كذا، فيقول لك لا ده انا ممكن يقابلك مشكله تانية في حاجه تانية تعمل بيها كذا. طبعا مش على الفول لوب يعني، ولكن حاجات تانية هتقابلها بعدين. فالمناقشه مهمه جدا وهي حاجه من حاجات المذاكره. ونقطه اخيره ممكن ان انت تزودها، ان انت تشرح التوبيك ده على لينكد ان، تشرحه لواحد صاحبك. حاجه حلوه قوي ان انتوا تشاركوا المذاكره مع بعض، وخاصه في البرمجه حاجه مهمه جدا. ممكن تعمل جروب على الواتساب، وفي جروبس كتيره جدا جدا لفلاتر على الفيسبوك وعلى الواتساب، ممكن تعمل فيها الموضوع ده. ملخص المذاكره: ذاكر التوبيك، بروح اسمع الحاجه اللي انا ما فهمتهاش تاني وبكتب نوتس، مش بوقف الفيديو بكتب نوتس. بروح اسمع الفيديو ده من حد تاني لو انا ما فهمتهوش، مش بروح اسمع الكورس من شخص تاني. وبعدين ببتدي ان انا اطبق وراه. بعد ما طبقت وراه بطبق الموضوع ده على حاجه تانية من دماغي مع نفسي انا، باي بي اي تانية. مثلا لو انت بتطبق يو اي، عايز اي بي اي، بتجيب اي بي اي تانية وتتعلم مع نفسك وتطبقها، تروح تتناقش مع واحد زميلك تشرحها لحد. دي النقط اللي انا اضمن لك بيها انك ان شاء الله تكون مذاكر كده كويس. فده بالنسبه للمذاكره. طيب احنا كده خلصنا النقطه اللي احنا فيها هنذاكر ازاي اصلا. بالنسبه بقى للنسيان، النسيان عايز براكتس. انت اصلا ما عندكش حاجه بتحفظها عندنا في البرمجه. انت كل حاجه السنتكس بس هي اللي بتتغير، انت كل حاجه بتفهمها، ولما تفهم الكونسبت هتقدر تطبقه. وكل حاجه فيها سيرش جوجل. انا ساعات بكتب حاجه، يعني ممكن اكون بكتب حاجه بكتبها مليون مره وبرضه ناسيها عادي جدا، بروح اسيرش وباخدها من جوجل بكل سهوله. فموضوع النسيان ده متقلقش منه، كلنا بنمر بيه. ولكن انا كنت من كتر التكرار، يعني لو في يوم حتى حسيت انك مش قادر لازم تبراكتس. البراكتس ميك جود ديفلوبر بجد. يعني لازم تبراكتس، خاصه في مجالنا ده. كل يوم ما تضيعش يوم من غير ما تكتب فيه كود. دي نصيحتي، ودي اهم نصيحه ممكن تاخدها من اي مبرمج الصراحه، انك لازم تبراكتس بشكل مستمر، ما توقفش ولا يوم. دي حاجه لازم يعني. الاحباط من الباجز طبعا اللي كانت بتقابلني، دي تاني مشكله، الاحباط، الباجز، او مش شايف نتائج سريعه. ودي حاجه بتقابلنا كلنا كمبرمجين، وخاصه بتوع الباك اند وما الى ذلك. برضو انت في فلاتر عما بتطلع حاجه برضو بتستنى شويه. فدي حاجه متقلقش منها، كلنا بنقابل الموضوع ده. الغلط جزء من تعلمك. شارك الاخطاء بتاعتك دي على جروبس، هتلاقي ناس كتير قابلت الاخطاء دي. سجل انجازاتك اليوميه، كل يوم اكتب انت انجزت ايه. والله انا عملت سيرش عن كذا. عارفين اول مره لما دخلنا الكليه واحنا بنحل بي اس
في مشكله تقريبا قعدت معايا 3 4 ايام، وفي مشكله قعدت معايا اسبوع. كان المفروض ان انا شيرت مع حد بس انا ما عملتش الشير ده، بس كتبت في الانجازات اليوميه بتاعتي ان انا حليت المشكله دي، فاهمين؟ فاكتب انجازاتك وشارك الاخطاء بتاعتك دي مع ناس عشان الناس تتعلم وعشان انت تتعلم. ادارتك لوقتك، انا شايفه ان ادارتك لوقتك، انا هبقى اعمل فيديو منفصل ولكن انا بتكلم باختصار قوي كتايتلز يعني. حط اولويات، خطط للاسبوع بتاعك. وانا بحاول اتعامل مع البومودورا. البومودورا شايفاها مميزه جدا، حلوه قوي في طريقه المذاكره، وبتخلي تركيزك يقوى اكتر. ان انت بتيجي تقول لنفسك والله عايز تسيب التليفون، احنا بس 25 دقيقه وهخليك تمسك التليفون. طب قوم كل 25 دقيقه وقوم كل. عايز تكلم حد صاحبك 25 دقيقه وكلم صاحبك ده. شويه بشويه تلاقي تركيزك بيكبر، من 25 دقيقه بيكبر اكتر. قلل المشتتات قدر المستطاع، ده اللي هتكلم فيه في اداره الوقت. دي بالنسبه للصعوبات اللي ممكن تقابلك وانت بتذاكر. اتكلمنا عن المذاكره، اتكلمنا عن شويه صعوبات ممكن انها تقابلك. انا بحاول انجز الفيديو عشان ما يطولش مننا عشان انا عارفه انه هيطول برضه. في الفتره دي بقى انا عملت ايه؟ زي ما قلت لكم كنت بذاكر من 14/7/2022 وانا مخلصه سنه تانية لحد 15/5/2023. ذاكرت فلاتر، وذاكرت من كورس على يوديمي. وزي ما قلت لكم طريقه المذاكره، الصعوبات اللي انا قابلتها، اللاب بتاعي اتحرق، ويعني كل ما افتكر ازعل قوي والله بجد كل ما افتكر ازعل. المهم ان اللابتوب بتاعي الفتره دي كان اتحرق، فتعطلت خلال السنه دي، وعما جبت يعني لابتوب جديد الحمد لله. بابا حبيبي جاب لي اللابتوب ده. تاني حاجه ربنا يخليهولي. تاني حاجه، بس انا برضو يعني الفتره دي كان معايا لابتوب، بس اللابتوب ما يقدرش يستحمل اي حاجه، كنت واخداه من الشغل. خلينا نركز على فلاتر اكتر برضو. وبعدين بدات اتعلم الكورس ده. الكورس خلص، هنعمل ايه؟ سكت؟ لا ما سكتش. في شانلز كتيره جدا بتعمل بروجكتات كتير، بدات ان انا اعمل البروجكتات دي، بدات ان انا اعمل بروجكتات مع نفسي. يعني طول ما انا مش لاقيه لا تدريب ولا شغل انا مش ساكته. انت بتخلص المذاكره وبتفكر ان ليه بقى ما جاليش تدريب ولا شغل، وانت عملت بروجكت مع نفسك، وانت مفكر ان تعلمك للكورس بس كده انت كده متعلم كل حاجه. مفيش كورس بيديلك كل حاجه، ولكن انت اللي هتقدر تدي لنفسك، انت اللي بتديفلوب مع نفسك اكتر. فخلصت كورس، ادخل على الكورس اللي بعده. انا فاكره ان انا كنت خلصت كورس اساسيات، بعد كده دخلت كورس MVVM، عملت تقريبا بوكلي اب او حاجه زي كده، وبدات ان انا انشر على لينكد ان. انا كل يوم كنت بعمل ايه بعد ما خلصت الاساسيات، بعد ما اللابتوب بتاعي الحمد لله جبت لاب جديد والدنيا اتظبطت. يعني ده خد اصلا حوالي نص سنه مني، المهم الحمد لله يعني. بس انا برضو الفتره دي كنت بشتغل حاجات تانية. بس ما علينا، ركز على فلاتر، يعني ركزي على فلاتر. المهم بعد ما الدنيا اتظبطت معايا، بقالي حوالي ترم كده او حاجه بذاكر فيه. ذاكرت الكورس، دخلت على الكورس اللي بعده، وانا داخله على الكورس اللي بعده انا بتعلم. يعني انا مش لاقي تدريب، فانا بعمل ايه؟ بتعلم، بديفلوب مع نفسي اكتر، بدعي ربنا، بتصدق، وكل يوم بدور على شغل، وكل يوم بدور على تدريب، وكل يوم بديفلوب مع نفسي اكتر، وببراكتس اكتر واكتر. فانا مش عايزاك تيأس. انا خلصت كورس الاساسيات ومش لاقي تدريب. حقيقي انت اصلا ما بتعرفش تاخد بروجكت تاخده لوحدك، انت لسه ما تعرفش تلاقي حاجه اصلا، علشان انت لسه يعني. خدوا الموضوع بهداوه. نصيحتي انك زي ما قلت لك خد المذاكره بالراحه. شفت انا قلت خطوات المذاكره كانت كتيره جدا، فانت لو ذاكرت صح صدقني مش هتيجي تعطل قدام، عشان انت قدام مش هيتبقى بالنسبه لك وقت المذاكره كبير زي في الاول. خد وقت مذاكرتك. ولو تانية انا قلت لكم كنت بذاكر فيها اساسيات. انا بدات فلاتر لما خلصت سنه تانية اصلا، فكنت بذاكر فيها اساسيات وبقوي نفسي عشان تبقى على ارض صلبه. احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا مش لاقيين ناس اصلا على ارض صلبه، مش لاقيين ناس متعلمين مين اصلا بروجرامينج. كلهم انا اسفه صناعيه، مش فاهمين بيزكس بروجرامينج اصلا. وكنت بعمل لكم فيديوهات داتا ستراكشر، واكيد يعني انتوا عارفين حاجات زي دي. نهال ركزي على فلاتر، ركزي على فلاتر المهم 15/5/2023 بعد ما خلصت كورس الاساسيات، خلصت MVVM، عملت بروجكتس مع نفسي. كنت بدور على حاجات فريلانس وانا مش لاقيه، او تقريبا خدت تاسكات كده بسيطه. بدات اشارك مع ناس اكتر وادخل معاهم ميتنجز اكتر، يعلموني ويفيدوني، واشوف اكواد اكتر مع الاوبن سورس جيت هاب، واتعلم اكتر وازود علمي اكتر واكتر، وبتدرب واشتغل وبراكتس، وكل يوم بدعي وبدور على تدريب. 15/5/2023 اشتغلت ريموتلي، وانا مش برشح لك في الاول انك تشتغل ريموتلي خالص. المهم
انك تنزل شغل وتتعامل مع ناس، عشان ده هيفيدك في السوفت سكيلز. انا عندي كلام كتير ممكن احكيه، بس انا مش عايزه الفيديو مننا يطول. بس انا مش برشح في الاول خالص لا فريلانس ولا شغل ريموتلي. انا عارفه ان انت في الاول بتضطر تاخد حاجات فريلانس عشان انت مش لاقي لا تدريب ولا شغل، بس انا مش برشح ده. يعني انا برشح اكتر ان انت تنزل تشتغل في شركه، عشان الشركه تعلمك سوفت سكيلز، والشركه كمان هتعلمك تكنيكال كتير، خاصه في بدايه حياتك. فالافضل طبعا انك تنزل شغل او تنزل تدريب في شركه، مش انك تشتغل. يعني لو واحد قدامه في بدايه حياته فرصه ريموتلي بمبلغ وفرصه انك تنزل تدريب، طبعا انزل تدريب. ليه؟ لانك لسه بتبني نفسك ولسه بتعلم نفسك. الريموتلي هيمشيك لما يلاقيك مش متعلم، مش بتديفلوب مع نفسك ومش قادر تشيل حاجه. الريموتلي شغل صعب اصلا، لان مفيش حد بيساعدك، مش حد جنبك. لكن لما تبقى في شركه والشخص ده جنبك على طول، هو هيفيدك اكتر. فطبعا انا لا ارشح هذا، ولكن انا بحكي لكم من رحلتي الشخصيه وبديلكم نصايح. 15/5/2023 سنه ثالثه كليه، بدات شغل في فلاتر. كنت بشتغل في شركه ريموتلي في دبي، قعدت فيها لحد 15/9/2023. قعدت فيها او 10، يعني مش فاكره الصراحه، لاني ما قدرتش اجيب لكم التاريخ ده بالظبط، انا اسف. بس هو لحد شهر 9 او 10، يعني حوالي 5 شهور اشتغلت في الشركه دي. وانا كنت بشتغل اصلا في اكاديميات، وكانت فتره بقى كنت داخله على فاينل، فالموضوع كان تقيل قوي على قلبي، ويعني الصراحه كان اكتر ضغط نفسي. بس نهال ركزي على فلاتر. مش عايزه اجنبكم حاجات تانية علشان نقدر نركز اكتر على الموضوع ده، بس في حاجات كتير عايزه احكيها لكم نستفيد بيها، بس ان شاء الله في فيديوز تانية. المهم زي ما قلت لك، لو انت قدامك فرصه تدريب شغل بمرتب كويس في شركه ريموتلي، لا طبعا انزل التدريب، لانك هتستفيد منه بالهبل. طيب، استفدت من الشغل ده؟ استفدت بس مش كتير. ضغطت نفسيا جدا. بس الموضوع يعني انا حاسه ان هو كان رزق اكتر من اي حاجه تانية. انا كنت بدعي بالشغل ده، فجاي الشغل ده الحمد لله الحمد لله، يعني ده من فضل ربنا. ده في سنه ثالثه. 13/11/2023 نزلت تدريب في شركه في شبين، لان انا جامعتي اصلا في شبين، وده بالنسبه لي كان اهم حاجه انا خدتها. يعني ده كان اهم شغل او كان اهم ستيب انا خدتها في فلاتر. ده بدات بقى اتعلم اكتر، وانا شايفه ان يعني بدايتي القويه، رغم ان انا اشتغلت اهو 5 شهور، مش حاسه ان انا استفدت بيهم اكتر من التدريب اللي انا نزلته. التدريب ده مع بروجكت التخرج هم اكتر حاجه فادوني، او اكتر حاجه خلوني واقفه على ارض صلبه. انتوا عارفين، مش انا لسه قايل لكم لما انتوا تخلصوا الكورس بتاع الاساسيات لازم تعملوا بروجكت لوحدكم؟ زي يعني معظم كورسات الاساسيات بيبقى نهايتها الشوب اب او اي كوميرس اب، هو المهم ان في نهايته بيبقى ده. فانا شايفه بقى انك تعمل بروجكت مع نفسك منفصل زي ده، سواء بقى فريلانس او سواء مع نفسك او ايا كان، شوف لك API وتعمل ده. فانا شايفه التدريب ومشروع تخرجي كانوا اهم حاجه يخلوني. انا مشروع تخرجي كان سمارت سكول، كان سيستم مدرسه كامل. الناس كانت بتقولي ده يقضي اكتر من سنه وانتي لسه اصلا في الاول في بدايه حياتك، فبلاش ومش عارفه ايه. مع ذلك انا شفت ان ده خلاني ماشيه على ارض صلبه، فاهمين؟ فمشروع التخرج حاجه مهمه جدا، التدريب ده كان بالنسبه لي فرق جدا. ف 13/11/2023 كنت بدات تدريب في الشركه اللي انا اشتغلت فيها في شبين، وبعدين فضلت في التدريب ده لحد شهر 2. وبعدين هما كانوا قايلين لنا ان احنا هنختار حد من الناس اللي بيتدربوا يشتغل معانا، ولكن للاسف احنا خلصنا التدريب في شهر 2. استنيت ان حد يكلمني، انا كنت متوقعه ان انا يعني هيختاروني بين الناس اللي بتتدرب، ومحدش كلمني ومحدش كلم حد. فانا قلت ان هما مش محتاجين دلوقتي. فالحمد لله يعني ما حصليش احباط ولا حاجه. من شهر 2 يعني شهر 2 على طول رحت شركه في طنطا شغل، ولكن برضو ما قعدتش فيها كتير، قعدت فيها لشهر 3 بس، يعني هو شهر 1 بس للاسف. ليه؟ علشان انا عندي مشكله ان انا كنت في شبين وهم في طنطا، فالناس ما قبلتش بظروف اجازاتي ان انا عندي 100 ترم. انتوا عارفين في شهر 2 تقريبا ده كان فيه امتحانات او كان فيه حاجه، فالناس ما قبلتش طبعا ان انا طالبه وكده الامتحانات، يعني ما قدروش يستحملوا ظروف الامتحانات. بس انا اشتغلت شغل حقيقي شهر في الشركه دي، واستفدت برضو من الشغل ده. من شهر 3 ل5 انا ما كنتش لاقيه حاجه غير الشغل بتاع الاكاديميات اللي انا كنت فيه، وكم حاجه تانية كنت بعملها والكونتنت اللي انا بعمله.
الشهور دي كنت بستفيد بيها اكتر في بروجكت تخرج، بحاول ان انا اديفلوب فيه اكتر في فلاتر. عملت لكم كام فيديو على اليوتيوب، حتى انتوا هتلاقوا في الفتره دي فيديوهات على اليوتيوب لفلاتر. وبدات اديفلوب مع نفسي اكتر، اطور مشروع التخرج بتاعي اكتر، اشوف ازاي هندل الاي بي اي بشكل افضل، ادخل ميتنج اكتر. وفي الفتره من شهر 3 لشهر 5 ده رحت تدريب في القاهره، بس التدريب ده كان ريموتلي عشان مش هقدر اسافر القاهره برضو مع ظروف الشغل مع ظروف الكليه بتاعتي، فخدت التدريب ده اونلاين. وبدات اعمل مشاريع اكتر، اديفلوب في نفسي اكتر زي ما قلت لكم. يعني ما كنت سايبه نفسي بدور على تدريب كل يوم، نفس بقى الاسلحه بتاعتنا. ايه الاسلحه؟ الصدقه، الدعاء، الصلاه. طبعا بدري يعني وانا بصلي، وكل يوم بدور، كل يوم بديفلوب في نفسي وبدور اكتر. والبوستس على لينكد ان، بدور على جروبس الفيسبوك، بعمل مشاريع اكتر، وبطور بروجكت التخرج بتاعي في شغل حقيقي. وكنت الفتره دي خدت شغل بقى فريلانس فلاتر، وعملت بروجكت حقيقي في الفتره دي فريلانس. والبروجكت كان بسيط ولكن اشتغلت، يعني خدت بقى بروجكتات فريلانس. انا شايفه الافضل ليك انك تنزل تدريب شغل في شركه فريلانس ثم ريموتلي، مش العكس. ولكن هي دي الظروف اللي حصلت لي، فانا بحكي لكم اللي حصل لي بالظبط بالتواريخ كمان. يوم 5/5/2024 لقيت الشركة اللي انا اتدربت فيها بيكلموني عشان انزل شغل معاهم، وانا كانت امتحاناتي في شهر 7، كان عندي بروجكت تخرج والامتحانات والشغل اللي انا كنت فيه الاكاديمية، فكانت الدنيا ضغطة شوية. ولكن الحمد لله قلت لا، هي فرصتي وانا محتاجة اروح، والمكان جنب الكلية وما الى ذلك. الحمد لله الشركة دي كانت من افضل الشركات اللي انا اتعاملت معاها، شركة محترمة جدا، قابلت ناس محترمة جدا، علموني كتير جدا. شكرا شكرا شكرا. انا حاليا مش في الشركة دي، انا نقلت شركة تانية في القاهرة. ولكن انا هفضل ممتنه للشركه دي، واستحمالهم لظروف الامتحانات بتاعتي، استحمالهم لظروف اجازاتي لان انا تعبت في الفتره دي، استحمال الناس اصلا اللي معايا في الشغل لظروفي، وان انا كنت بسافر خميس وجمعه، والاكسبشنز اللي كانوا بيعملوها لي وما الى ذلك. شكرا شكرا. حد من الشركه دلوقتي بيشوف الفيديو ده، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا ليكم جدا، انا ممتنه ان انا اشتغلت مع ناس زيكم، كلكم ناس محترمه، من اول صاحب الشركه لحد كل الناس اللي فيها. والله كانوا ناس محترمه جدا، تجربه كانت جميله جميله. ممتنه لكل الناس اللي فيها، علمتوني كتير جدا على مستوى السوفت سكيلز وعلى مستوى التكنيكال سكيلز، كل ده اتعلمته منكم، شكرا ليكم. فهي تجربه كانت كويسه قوي، اتمنى ليكم تجربه زي تجربتي في الشغل ده يعني. وبس كده، ده من زيرو فروم زيرو ل ازاي اتعلمت فلاتر، والتجربه بتاعت الشغل والضغوطات اللي انا قابلتها. انا حاولت احكي لكم بمختصر جدا جدا، لان انتوا عارفين طبعا ان انا رغايه بحب ارغي، بحب اتكلم معاكم كتير وبحبكم. ان شاء الله يبقى في فيديوز تانية نستفيد بيها اكتر الفتره الجايه، ولكن ده بالمختصر الشديد ايه تجربتي في فلاتر، الشغل اللي انا اشتغلته، ايه التدريب اللي انا خدته، ايه المشاكل اللي يعني ما رضيتش برضه اتكلم كتير عن الحاجات اللي انا واجهتها وكده، بس حاولت اتكلم على البوينتس المهمه عشان ما اخدش من وقتكم اكتر من كده. وبس كده، اتمنى لو انتوا وصلتوا لنهايه الفيديو ما تنسوش تتابعوني على انستجرام عشان بنشارك فيه حاجات اكتر، بنتكلم فيه اكتر. وبس كده، اتمنى الفيديو يا رب يكون مفيد ليكم، اتمنى اشوفكم تاني ونتكلم مع بعض. ما تنسوش تعملي كومنت لو انتوا وصلتوا لاخر الفيديو ده. باي.